بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأفاضل، درسنا اليوم حول عظمة الله عز وجل في الإسلام. الله عز وجل كم هو عظيم، وكم الإسلام بين عظمة الله، أو كم الله عز وجل بين عظمته في كتابه الحكيم، كتابه المعظم. لن نرى هذا التعظيم في غيره من الكتب. التعظيم فقط القرآن أعطى عظمة الله أو بين عظمة الله عز وجل، ولكن سائر الكتب المنتسبة إلى السماء حرفوا وبدلوا، اتهموا الله بالجهل وبالضعف وبالعدم القوة، ولكن القرآن بين عظمة الله حق البيان. قالوا برايد عزيز إيرام بحثا مزناتيا خدا عز وجل بكن ده قرآن داد إسلام دا. طبعا خدا خالق عرض و عسمانه هر تشتی خدا چکریه، فقط خدا آنجا اوج مرا بیجه چه قاسم مزنه ام نکارن بخواندنه بکتبه بنظام بچه نممکنه که امزانم خدا چقا مزنه چقا ضعیفه چقا قوت. آنجا خدا به مزناتیا خو جمرا بیجه که او چه قاسم مزنه، و مزناتیا خدا ان او جوان ان او باش به شکل که دلال کاتیا گوتن ده قرآن پیروز، ده قرآن مزناتیا خدا گوتیه. ام تماشات کن کتاب دی کتاب عثمان که امجراد بین کتب سماویه بعربی کردی کتاب کل خدا گویشاندیه، تورات و انجیل و زبور، او وکا قرآن پیروز وکا قرآن مزناتیا خدا نابیجن. دهنه کوان کتاب دا گوهرت نه خدا یا جاهله، یا خدا نزانه، یا خدا برچیبیه، یا خدا ضعیفه، یا خدا انسان شر کرد، نه یعنی تشتی و ساکن و نه لاقی خدا نه. اما تماشات کید قرآن دا او قرآن و مزناتیا خدا دبیجه وی وقتان دما که بر مزناتیا خدا دبیجه او خدای که یک شریکی وی جنا وی دیا وی با وی هواری تنه او خدا یعنی دما که مرد قرآن دا گهدارید که مرد الهمبری خدای هانه درجه فهم دو ترسا و قصا که خدا کی مزنه. نحن حينما نقرأ القرآن الكريم ربما الذي لا يعرف العربية لا يعرف ماذا يقرأ، ولكن كما نعلم جميعا أعظم الآية في القرآن أي آية كما تعلمون؟ آية الكرسي أعظم آية في القرآن، تقريبا من الأول إلى الأخير يذكر صفات الله عز وجل وعظمته. فنحن حينما نقرأ القرآن وخصوصا نقرأ آية الكرسي نندهش ونرتجف أمام عظمة الله عز وجل، كم هو عظيم، كم هو صاحب قدرة صاحب إرادة. سنقرأ قليلا من هذه الصفات التي بين الله فيها وصفه. نحن في الإسلام نقول الله أزلي وأبدي، هو الأول والآخر، فهناك صفات كثيرة الله عز وجل ذكر لنفسه وبين لنا كم هو عظيم. الله عز وجل إذا لم يذكر شيئا فنحن لا ندري. علمنا بعظمة الله هو كم هو بين عظمته، وإلا نحن لا ندري عن عظمته شيئا. آية مازن قرآن دا كيجا قالوا جماعتي أن آية مازن قرآن دا نترسن آية الكرسية وظن ما هيجانك وهي أن آية مازن قرآن دا آية الكرسي آدرج نه نپر درج آدرج آيات دين تجارته، لأن آية مازن قرآن دا آية الكرسي ده 155 سورة بقرة. لو راج سري حتى بني محسن مازناتيا خودت يا خودت چقا سمازنا چقا قوته چقا والحاسب چقا وچقا 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 چقا هر تشته ده هي. مثلا به الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حي معنى ساخ، قيوم أبيك هر تشي أورغانيزات ك يعني قيوم هر تشي أورغانيزات ك لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة تعبي وانا يقرتن يعني ثانية كي بيجي غافل نابه خووي جناي. نقرأ الكلمات من العربية أو بالآية الله لا إله إلا هو الحي معناه تعلمون أي ضد الميت. القيوم هو الذي يقوم بإدارة جميع الأشياء، القائم على الإدارة. الله عز وجل يدير جميع الشيء، لا تأخذه سنة ولا سنة، والغفلة البسيطة جدا يعني أقل من ثانية. الله لا يغفل ولا ينام، له ما في السماوات وما في الأرض. الذي في السماء نحن لا ندري كم عظمة السماء، إلى الآن لم نصل إلى قريب من السماء الأول، فإلى
سماوات سبع لا ندري كم فيها، لا ندري شيئا عن السماء، فكل ما هو في السماء ملك لله عز وجل، وما في الأرض علمنا أو لم نعلم كله لله عز وجل. خدا بجا و خدا يعني شعبيج نايقرتن رازي ناكبه او تشتد عسمانا دا سماوات حفت طابقي عسمانا هنا. حتى أنا علم أو قصة بيش دا چه جد نگشته نزيكي عسماني عول هيجم نگشتنه ها ام ده چنو چنم ناگشتنه که ده ایجا حفت حب عسمان هنه یک جاكي مصدر یک جاكي نظام چواتر اوان عسمانا تف هیجم نگشتنه و تشتك جه فهم نکریه. خدا ده بجا تشته عسمان تف دسته خدا دانه تشته عردهش دسته خدا دان مج عرده چه فهم کریه؟ چند حب جن هنه، چند حب انسان هنه، چند حب دار هنه، چند حب حیوان هنه، چند حب معصی ام چه زانن يعني؟ ام چه زانند بني عردم بدا چه هيه؟ اس پشت اخو نادینم لو ادي چه وزانه بني عرده دا چه هيه؟ لو ما به له ما في السماوات وما في الارض. داوي الله يقول من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. هذا فيها اذن بالشفاعه وكذلك منع بالشفاعه، اي لا يستطيع احد ان يشفع عند الله غصبا عن الله عز وجل الا اذا سمح الله لعبد من عباده قال يا عبدي أنا أعطيك حقا أن ترجوني فأعفو من أجلك بعض الناس. هذا هو، أي لا أحد يستطيع أن يجبر الله على شيء إلا إذا شاء الله لبعض العباد يقول اطلب مني أن أعفو عن فلان فإذا أنت رجوتني سأعفو. هذا حق الرجاء، إلا مبدئيا لا أحد يستطيع أن يفرض شيئا على الله عز وجل. فردا خدا بجا کی دکاره به اذن خدا شفاعتی بک وزان شفاعت شه رجاء تشتكي رجاء شفاعت او رجاءتكم هيفيتكم تفيد تشتاني بكي خدا بجا کس کی نکاره حضور خدا دا تشتكي مجبوریش خدا بخازه نکاره لو مثلا ام جانا ام چن تشتكي شخص کی خازن به والله از نکار می بشکینم هات مراگم فدی کر خدا فدیتن الجم کی تبرار خدا بجا کو از اذن ندم کس کی نکاره جمرا بیرت مجبور بیا بکی شفاعتک به اذن متنه اكاد دنیا ده یکی ساکن وه ان مازنه دنیا یجید نقطه کاوی ضعیفه یک چه تخید بجا ده والله فلان کس نشکان یا دینی یا دنیوی اجبونه پر شکل کی انسان ناشکینن اوی عظمت اف مزناتیان آنجا دست خدا دایه. يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الذي يعملون الذي مضى في الماضي الذي سيأتي في المستقبل الله يعلم الجميع ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله عز وجل علمه كبير وعظيم وجليل، فنحن نعلم حسب إذن الله عز وجل. إذا سمح لنا بأن نطلع على شيء من أسرار الكون نتعلم ونتعرف وإلا لن نعلم شيئا. خدات بيجا قالوا إنسان تشتي النافذة سودا تشتي البيشيوة تشتي الجوية استباد ظانم ما بين أيدي زمان عربي لا تشتي البيشيوة وإيهاتي تفتي قوتن يعني تل البيشيوة هي وتشتي بري أم چه زاني كان حب إنسانات نبي دنيا هاني ناوي كيه چيه ناوي بابي وان چيه ناوي جنوان ناوي كالي وان ناوي وار حاصل أب چه زانن يعني كان هزار سال إنسان إيجا جي أم تماشات كن دبي والله وهنكي أم بيجن جمجمة سري ديتنا قاقوت يعني كلا دبي والله قوتنا و 500,000 ساله اوج دكا بلكي ده زيادتر بيد دبي والله ماكولا معسي كيدي تيد من ديناصور دبي قوتنا والله مليون كي سال بري حيوانانه چه بيد دكا بلكي ده زيادتر بش يعني لغور كو خدا اذن بده خدا دبيجه از قاستكم مساعده و بدم اون انجخت كارن هينه تشتاب قبس برده دينه اون كارن تشكي بكين. وكذلك نقرأ إلى آخر الآية كله عظمة لله عز وجل. هناك صفات الله يقول الصمد الذي يلجأ إليه جميع الأشياء وهو لا يحتاج إلى شيء. كان نافي خدا يدني أم بيجن شبركو أم هيبتا خدا حسبكن خدا بجاء الصمد مثلا قل هو الله أحد الله الصمد يعني الصمد أبيكم ملت رجات كنجي هيفية تشتاجتكن كيد كفتنقايد بجاء كاوكينو يعني مثلا الصمد أبيك هردم سكنانتية وهركس تبيت سكنه أبا معنوي. وكذلك الله عز وجل له أسماء يقول ولله الأسماء الحسنى فالرسول بيّن قال 99 اسما لله عز وجل 100 إلى واحدة. الله عز وجل 99 اسما له كله له عظمة وله صفة أو يبين شيئا من عظمة الله. ومن هذه الأسماء العليم الخبير. العليم هو المعرفة بظاهر الأشياء والخبير بداخلها. أنت أحيانا
ترى البيضة تقول أنا رأيت 20 بيضا، تكون خبيرا بأسماء أو ألوان أو حجم البيض، ولكن لا تدري هل هذا البيض فيها شيء في الداخل ولا لا تدري. الخبير العلم بداخل الأشياء، ظاهر وباطن الله يعلم جميع الأشياء. خدا عز وجل چند حب نابي هنا نوتو نه نابي خدای پیروز مبارک هنا دو قرآن ده خدا هنا که گوتیه تبانا لید حدیثه که خدا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه نوتو نه نابي خدا هنا نوتو نه ناب هر نابه کی خداش مزناتی کی تدایه، هر نابه کی جلال و هیبت که مزن تدایه. یک جوان نواجی عليمه، یک جوانشي خبيره. عليم زانبونا دروای تشتا، هر تش دروای خدا زانه، هر تش چه بیه چوا چه بیه تفد زانه. خبير ناوا وانج زانه، تشتي كتنا دينيش زانه. مزانه حنار چه حنار نار. مثلا بيجن قاسك حنار تاسن زاني وان حناره چند حبن جكو هاتنه حباي چند گرام درته اوانا ظاهرينه. لتنظر حنار نزاني كاترشن كاشيرين خرابون قرانه بونه چند حبته دانه خبير اوان هندري وانج زانه يعني خدا دروای تشتاید زانه و هندري تشتا خودش طرف کیش مدکاره بیش از هر چی دروای هندري تب زانم کس کی نکاره او قامرتنه اینکه انسان اند به فلان کس خبيره خبير کردید بین پسپور اوزمان يعني پشکی تجربه چه به اینکه تشتاد زانه اجا خدا بیش از هر چی زانم. كذلك له اسم، وهذا الاسم في نفس الوقت يعتبر صفة. السميع البصير، السميع الذي يسمع جميع الأشياء سواء أنت سمعت أم لم تسمع، الله يسمع علنا سرا يسمع جميع. وكذلك البصير الذي يرى جميع الأشياء. العلماء يقولوا في ليلة ظلماء في أرض سوداء على حجر أسود يرى نملة أسودا، أسود 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 أسود، فالله يرى الجميع. هذا هو. فنحن حينما نقرأ هذه الأسماء فعلينا أن نحافظ على أنفسنا قليلا. أحيانا نعمل شيء ونقول الله لم يراني، يراك وإن خفي، يرى جميع الأشياء. دحب نابي خداي دني هنا يك سميع يكشي بصير. سميع سمع يعني هر دنگ دچا خدا، دنگ برو، دنگ بشر، دنگ موزیک، دنگ قرآن، دنگ دعای، دنگ زمانته، دنگ حیوانه، دنگ قلبته، هر دنگ. اونکی تادی حیوان بچوچو کنه لو موری قارنجا مارنجا جرات بجن اوانا دنگ جوان در تیل گورامه دنگ در نای در وقت وان چین دنگ وانو دنگ قیره ما خدا را عینی یا خدا نابجا خدا دنگی بزوره هات من بزوره تنه ای خدا دنگ تفکی وکم دنگی هر تشتی چه خدا عز وجل و هر تشتیش دینه ها. يعني گوزلیک جرا نلازمه برچاوک دوربین نلازمه مرجع تلسکوپ وان تشتی مکبیره نلازمش خدا را هر تشتی دینه. عالم وقت قال مزناتي خدا تكند به خدا شبكات عريضه شبارش عردك رش سركفرك رش حيوان رش ان كر موري يعني اوجد دينه يعني ابقى مش قادر فرق ناكه خدا نابجا والله تعريب ومزوره ديت نا هر شيء عين دينه يعني ابقى خدا كي مزنه جوان هر ديام تفهم دكين هر تشتي دنگ چه خدا ها تشته به خدا هر تشتي تد دينه و هر تشتي زانه حیله میله شیطانی که دزیکی مزیکی کس کی ندید قمره ندید خدا دینه های تجیه به من خبردان کی کرده من غیبت کی کرده دنگ نچوان دنگ چه خدا مزیکی خدا خبردا زکی خدا نه بزمانی خوشی خبردی تب معیده خوشی خبردی دنگ چه خدا دنگ چه کی. ونحن حينما نقول السميع يسمع احيانا نحن نتكلم في حق رجل ونقول هو لم يسمعني، الله يسمعك خلاص كفى به سميعا. أو أحيانا نحن نعمل شيء نقول الحكومة لم يراني أو رجل فلان لم يراني، الله يراك يكفيك هذا. نحن علينا أن نركز على مراقبة الله وعظمته عز وجل. كذلك الخافض الرافع القابض الباسط يعطي ويأخذ، يعز أشخاصا ويذل أشخاصا، كله بيد الله عز وجل. وكذلك كل شيء بيده لا يخرج شيئا عن تصرفه وعن قراره وعن حكمه، الله عز وجل يتصرف في جميع. خدا عز وجل تساجي بلند كوداتنا بلنكرنا بشرفه بلنكرنا علمه بلنكرنا برايه بلندك هنا كجداتنا بلنكرنو دانين بدست خدا عز وجل.
ياجي عزيز وذليل كرن خدا هناك عزيز كهناك ذليل ك هناك رزقي فرات كان رزقي وطنك تاف دست خدا دانا عز وجل انبياء بزانبن تشتكي داويجي انبيجن دفي كائنات هانه دا تزاتك وقا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كمزناتيا خدا فهم كربه عقل خو كربه رحي خو كربه زمان خو ودعاء خداني بس دنياتنا يكي وقا وتبدين هر جاري كتبه يا رب معروف زانش كذب خد بجا يا رب كتب بجا يا الهي معروف زانه كذب خد بجا يا الهي زانه خدا کی چقمازنه لو راوی باش خدا ناس کریه ان شکل خوشی که معروف دعای پیغمبر تخینه معروف زانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه قصا خدا دلی وداد عقلی وداد قلبی وداد جی کی مازنه خدا هبیه اویاجی علامت نزیکبون زانبون خدای عز وجل. واخيرا نقول هذا الشيء نحن حينما ننظر إلى الأشخاص لا نرى أكثر من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف عظمة الله ويتلفظ بهذا الشيء ويشعره في قلبه وفي بدنه. فهو حينما يقول يا رب نحن نعلم بأنه يقول هذا من القلب إدراكا وشعورا به ليس فوق الحنجرة من الداخل. يقول إلهي ناصيتي بيدك نحن نعلم ماذا يقصد بهذا. كل ما يرفع اليدين إلى الله عز وجل نحن نشعر بأنه يعلم إلى من يرفع اليدين. فلن تجد في الدنيا أكثر من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم شعر بعظمة الله وكذلك ظهر للناس عظمة الله عز وجل بأنه يعلم الجميع ويعرف الجميع. نرجو الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا قويا وأن يجعلنا من الذين يشعرون ويدركون ويؤمنون بعظمته ويراقبونه في السر والعلانية. أم دا خواست خدا عز وجل إيمانك بقوة بدم يقينا ما مازن بك أم هردم مازناتيا خدا لسرخو حس بكن حياة خدا بدينا خدا مراقبة خوش قلب مج عقل ما در نخ إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.